عايزين نرتب الخطوات اللي احنا المفروض نشتغل عليها. دلوقتي انا معايا فلوس وعايز افتح كافيه وخلاص انا معايا مبلغ مالي كويس وزياده عن اللي انا هعمل بيه الكافيه. فانا اول حاجه هعملها ما تفتحش او ما تدخلش في مجال تستثمر فيه فلوس غير لما تدرس حاجه عنه. يعني انا لازم يعني نو لوت اباوت ذا بزنس اللي انا داخل فيه، لازم اعرف معلومات ولا ولتكن كافيه شويه ان انا ازاي المجال ده هدخله وازاي هستثمر فيه. ما ينفعش ادخل هفتح كافيه او مطعم وانا ما اعرفش يعني ايه اداره مخزون ويعني ايه كاستمر ويعني ايه لويالتي الكاستمر ويعني ايه كواليتي البرودكت ويعني ايه عندي ليبر او عماله هعمل لهم اداره وازاي هوفق الكلام ده كله. يعني ايه انا عندي تارجتس والمفروض ان انا احققها. الاول قبل ما تفتح المجال ادرس فيه شويه وتأنى في الدراسه، شوف الشطار في المجال اقعد استشيرهم. انت هتراقب ماليا خد كورسات محاسبيه، ايه المشاكل؟ انت هتبقى كواليتي اشورنس او عايز تراقب الكواليتي خد كورسات في كواليتي، وهكذا. خد كورسات مانجمنت ليدرشيب